الأهنومي النازح في مأرب لم يكن يحلم حين زار معرض الكتاب إلا بقراءة كتب عن الحج والعمرة، لكن الأقدار حملت له بشرى زيارة بيت الله الحرام مع زوجته لأداء العمرة، ثم وصول تأشيرة الحج الحكومية بعد تفاعل وزير الأوقاف والإرشاد اليمني مع صورته. في سنوات النزوح القاسية يبتسم الحظ للحاج أحمد زاهر الأهنومي، وفي معرض الكتاب الثاني بمأرب حين التقطته عدسة المصورين يقرأ بشغف كتبا عن الحج والعمرة. يعود الحاج أحمد إلى خيمته وهو لا يعلم أن تلك الصورة هي بوابة عبوره نحو مكة المكرمة بتأشيرة حكومية لأداء فريضة الحج بعد تفاعل وزير الأوقاف والإرشاد اليمني. طرحت لي فوق كتاب الحج والعمرة وجيت أقرأ فيه، إلا حين جالي واحد قال استوي يا حاج، استويت ها وما شبحت فيه ولا أنا دري ما يكسيني، وأنا أقرأ في الكتاب قلت عدل لي صورة، قال أيوة قال ما دام رقمك معي أنا أرسلها لك في الواتساب في الفيسبوك. كلم الوزير قلت أهلا وسهلا كيف حالكم؟ قال بنعمة الحمد لله. قلت الله أنا أسأله يجي لك العافية. قال احنا رأينا لك حاجة عمرة وحج. في مخيم الجفينة بمأرب يسكن الحاج أحمد ويقوم بتجهيز لباس الإحرام استعدادا لرحلة الانطلاق البرية نحو المشاعر المقدسة، رحلة سيكون فيها وحيدا بعد أداء العمرة مع زوجته خلال شهر رمضان العام الحالي بتأشيرة حكومية أيضا. احنا ناجحين ومعنا هذا الخيمة بس جالسين فيها، واحنا أسرتين وكل أسرة معها خيرات، وبعدين عزي الله يا خبير جونا تربال وجونا دياك وعين الله، ومعنا هذا الشنطة اللي نلف ولبنا فيها نسافر لا مكة لا هنا إن شاء الله ونقضي فرضنا إن شاء الله. تتسع خيام النازحين للأحلام أيضا كاتساعها للمعاناة، وها هو الحاج أحمد يودع أحفاده ومحبيه مغادرا المخيم مؤقتا لأداء فريضة الحج. محمود الحميدي، الحدث.